السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن اسم شارع مشهور جدا عندنا هنا في القاهره، شارع كلود بيك. عارفه ان ناس كتير هتستغرب اسمه وهتقول هو ليه اتسمى كده، بس عايزه اقول لكم ما تخلوش مخكم يروح لبعيد وركزوا معايا شويه. احنا بس عشان بنقوله بالعربي، انما في الحقيقه كلود بيك ده كان دكتور فرنساوي محترم جدا، وكان اسمه انطوان كلود. وكلود بيك ده هو واحد من اشهر الاطباء في العصر الحديث، واللي جه في مصر في عصر محمد علي باشا، وساعتها كلفه بتنظيم الاداره الصحيه للجيش المصري. وكمان الراجل ده كان مؤسس اول مدرسه للطب في مصر، وكمان كانت بتعتبر اول مدرسه طب حديثه في العالم العربي كله. وعايزه اقول لكم كلود بيك ده اتخرج من تحت ايده عدد كبير جدا من الطلبه المصريين. امال ايه بس يا جماعه، ما هو الراجل محترم اهو. وعايزه كمان اقول لكم برضه كلود بيك ساهم في مواجهه اشرس الامراض اللي واجهت مصر في الوقت ده، زي الكوليرا والطاعون، ونجح بفضل الله في القضاء عليهم. وكمان هو صاحب فكره تطعيم الاطفال ضد مرض الجدري، واللي كان بيموت ساعتها بسببه الالاف من الاطفال في كل سنه. كمان هو صاحب فكرة إنشاء الوحدات الصحية. يعني من الآخر كده الراجل ده كان ليه الفضل كبير جدا في النهضة الصحية اللي حصلت في مصر في التوقيت ده. فمن هنا نرفع له القبعة وندعي له بالرحمة، لأنه كان ليه دور وفضل كبير جدا في النهضة الصحية اللي حصلت في مصر وما زالت موجودة لحد النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير. مع السلامة.